زي ما بيقول الراجل ده كبدته 100 100 الراجل ده توب التوب. احنا قلنا برضو اللي بيراعي ربنا ما بيغلبش، اللي انت بتصرف على السبوبه ما بتحسبلهاش. حلو. الوحيد تقريبا اللي بيتبل الشغل فلفل الوان يعني كيلو فلفل عادي مثلا بيبقى ب 10 جنيه 15 جنيه، تلاقيه طب بيبقى ب والله 50 العظيم جنيه وهو شغال بفلفل الوان. وبعدين انا ما بحبش الشركه وما بحبش ان انا اشتغل عند حد، فما بستمرش بره. كل واحد بيحب يدلع اللقمه بتاعته، والحمد لله فضل وعدل من عند ربنا ان انا بحب ادلع لقمتي طب ما تيجي ومش هتكلم. طب ما تيجي دلعنا. يلا دلع يلا يلا نشوف. حبيبي. مش مشكلتي. سيبيني اقول الكلمه. امال مشكله مين؟ مش مشكلتي. بودكاست الساده المجانين من انتاج بيزا كرييتور. واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست مش مشكلتي، بودكاست ساده المجانين من انتاج شركه ماد من. وزي ما عودناكم ان احنا بنجيب ناس جامده في كل مجال، زي ما جبنا قبل كده زيكا وجبنا مهندس محمود يوسف وجبنا مهندس شام، جبنا ناس كتير. النهارده جايبين اجمد حد في مجال السمين والاكل الحرش في مصر. يعني هو الراجل ده من بنها، ومن الناس كلها في اهل بنها عارفين ان هو اجمد حد في بنها فعليا. بس النهارده هو يعني انا راجل لفيت مصر كلها تمام في الاكل. انا بقول لك ان مفيش حد بيعمل اكل سمين او اكل حرش بنفس الجوده اللي بيعملها الراجل ده وبنفس الطعم اللي بيعمله الراجل ده. ويعني طبعا هو يعني زي ما بيقول الراجل ده كبدته 100 100 الراجل ده توب التوب. معانا النهارده سمعه ملك الاكل الحرش. عامله ايه يا سمعه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام. ايه الدنيا؟ والله تمام. ماشي، عايزين نشوف النهارده نتكلم مع الناس احنا ليه اجمل ناس في المجال فعلا، وليه معروف ان اسماعيل يعني هو اسماعيل بمزاجه. يعني هو تمام اسماعيل تمام النهارده لو مش جاي لي واحد على مزاجي مش هديله. تمام. وراجل انا راجل صاحب مزاج بقى في بص يا الخميس باشا، وجمعه. انا راجل صاحب مزاج بقى في الخميس وجمعه، وراجل بفتح المغرب وبقفل بعد العشاء بشويه، واللي على مزاجي بعمله. اللي مش عايز ياكل السندوتش بتاعي بالطريقه دي يتفضل، انا مش متضايق من حاجه. قول لنا بقى ايه قصه الموضوع ده. لو مش هتفضل يعني بالطريقه اللي انت بتقولها دي يعني ماشي انا ما بمشي مزاجي. ماشي. بص يا سرور هقول لك على حاجه. هو عامه اللي حابب شغلته، يعني الشغلانه اللي انا بحبها، يعني اللي حابب شغلته بيتقي الله في عمله تمام. فربنا بيسهلها له، فدي حته من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله. بس انت بدايه الموضوع جت ازاي؟ يعني والله ليه بدات كبده؟ ليه البدايه، ما عملتش زي الناس جريلات؟ ليه ما عملتش فراخ؟ يعني ليه بدات كده كبده وحلويات؟ لا هو احنا المجال ده بتاعنا اللي هو السمين والحلويات والتقطيع والكلام ده. حلو. انتوا تمام. اصلا جزارين في المجال من زمان. حاج. بناخد السقط. ده شغلنا احنا، حلو. فاحنا حافظين شغلنا. فما جربنا، بس كان زمان بقى، كان والدي وبتاع وكده، فانا طلعت حبيت الشغلانه وخدت طريقي فيها. تمام. تمام. حلو. فانا وبعدين؟ من زمان وانا حابب شغلتي وبروح بره وباجي والكلام ده. انا عندي هدف، عايز ان انا مثلا مش حابب ان انا لا عايز اخد محل بره مثلا في اوروبا. والمحل ما بيجيش سهل، يعني مش زي الناس متخيله ان انت هتروح هناك تعمل محل على طول والكلام ده. لا، هناك قانون وفي لجه وفي كل حاجه بتبقى ورقه وقلم، وفي فلوس بتدفع وفي وقت كمان. فانا كان هدفي ان انا ابدا مثلا من بوابه ايطاليا، ان انا اخش اوروبا، دي البوابه. حلو. ومحل مثلا لو متر في متر، وبعد كده كان يعني كانت هتمشي واحده واحده، فالحمد لله. الناس كلها عارفه في بالها ان اسماعيل سافر ايطاليا وهو راجل ساب ايطاليا ونزل هنا عشان يشتغل اكل لا ما بحبش الشركه، انا وعمل بحب اشتغل وعمل مع نفسي. وعمل الموضوع ده اكتر من كذا تلات. مره كذا مره. وبعدين؟ انا ما بحبش الشركه وما بحبش ان انا اشتغل عند حد، حلو. فما بستمرش بره. وبره في اوروبا مش موجوده الشغلانه دي، موجوده في امريكا. طب ايه سر الطعم يا اسماعيل اللي بيخلي الناس كلها؟ بص هقول لك على حاجه، صلى على النبي. احنا بص. قلنا برضو اللي بيراعي ربنا ما بيغلبش، اللي انت بتصرف على السبوبه ما بتحسبلهاش. حلو. بالبركه، ماشي بالبركه. ما بتسترخصش بخامات، ما مثلا مش عملت اسم ان انا اروح اجيب مثلا ساق جملي ساق جاموسي. لا، انا شغال في البقر زي الذهب، اير 21. حلو. انت فاهمني. ما فيهوش كلام. وما فيش شغلي، ما بشتغلش بقفل، ما بروحش لحد. لا، شغلي انا من زمان. طب انت ليه يا اسماعيل ما توسعش وتكبر الشغل عندك وتفتح من النهار وتفتح بالليل وتفتح خميس وجمعه؟ ليه؟ لان الناس كلها نفسها تسال الموضوع ده. تمام. بص يا باشا، انا ده مكاني، انا حابب الباترينا. حلو. انا لما خدت الدور اللي هو الارضي وفتحته، انا واخد بس حاجه حمايه يعني ظهر. تمام. لكن انا حابب مجال الباترينا دي، ليها رزقها حلو. وليها شغلها. حلو. انت فاهمني. فمش حابب ان انا مثلا محل وتوضيب والكلام ده. ما هو ده مكاني، اروح اخد محل بقد كده؟ ما هو الزبون غلبان. انت فاهمني. لو انت خدت محل هتعلي والناس السعر يعني. والناس والناس عرفت المكان من سنين.
مش مثلا من 10 سنين او من 20 سنه، لا ده من فوق 30 سنه. انت شغال سنه كام؟ انا شغال من 97 96 الكلام ده. يعني داخلين في 30 يعني كنت سنه. ببيع السندوتش بكام؟ بنص جنيه. ايوه. ما حضرتوش انت بنص جنيه لا، طبعا. حارته 2 جنيه مثلا. طب 2 جنيه. انا كنت شغال بورق جرايد زيت زمزم، يعني انا ما كنتش بشتغل بزيت سايب، كان زيت زمزم. وجي بعديها اشتغلت بتاع بقلايه. شركه طنطا زيزو المعصره ده. تمام. ما حسيت اللي هو ما بقاش جاي معايا سكه، قمت مغيره وشغال بقلايه. فما بسترخصش في خامات، ولا في زيوت، ولا في ورق، ولا في اي حاجه. لا بجيب انا اعلى جوده وبسيبها على البركه. ما الوحيد كله تقريبا بتاع اللي ربنا. بيتبل الشغل فلفل الوان يعني. كيلو فلفل عادي مثلا بيبقى ب 10 جنيه 15 جنيه، تلاقيه طب فلفل الوان ب والله 50 العظيم، جنيه وهو شغال بفلفل الوان. ما هو الفلفل الالوان ده كنت بجيبه ب 25 جنيه و17 جنيه. النهارده عمل 60 و70، وكان بيطلع على 80 في الايام اللي فاتت، عشان كله بقى يتجه كله بيبص بعينه. بس انت الصراحه في تتبيل الاكل عنده تتبيل حرش يعني. الدنيا عندك فرق. بسم الله ما شاء هو الله انت عليك شغال يعني. تسلم بخامات، يعني، تسلم ايدك والله. الحته نفسها طالما نظيفه مش هتاخد معاك سوا. انت بدأت الاول كانت كبده بس ولا كبده وحلويات؟ كان حلويات، كوز قلب، مخ، لا، طحال. في ده البدايه السمين خالص، البدايه. السمين. سمين بس اه ما كنتش شغال بخ زمان وكوارع والحاجات دي ما كانتش لا موجوده. كوارع لا. كوارع لسه كوارع داخله لا، جديده. ولحمه بالكيلو برضه لا. كان في لحمه الراس بس كان زمان، اللي انا بكلمك فيه زمان، ايام ابويا والكلام دوت. طب انت يا سمعه من سنه 96 لما جيت بدأت، ده كان اول حاجه ليك على البطاريه بتاعتك؟ ايام الاكشاك. اه قبلها كان بقى لنا كنت شغال كشك. ايه؟ كان لنا كشك. قبلها كنت بتعمل ايه؟ ما كنتش شغال حاجه، كنت شغال الشغلانه دي حاببها. عند حد تاني يعني؟ لا لا لا، ما بشتغلش عند حد. بتعلمها من عندنا. حلو. اه من بدأت انت. مطبخنا احنا، مش بنتعلم عند حد. ولا مم. اشتغلت الشغلانه دي عند حد. وبعدين. وربنا كرمه، خدت الشغلانه هوايه، وكنت بنام في الباترينا وانا صغير طبعا. في سنه رابعه، يعني بكلمك في سنين طبعا. وحبيت شغلتي والحمد لله دلوقتي الحمد لله يعني. عايزك تحكي لنا كده قصه يعني قصه الصينيه الطاسه بتاعتك. مم. انت بتبدأ الطاسه ازاي وتفنشها ازاي؟ انا ببدأ بسم الله بسم الله ده اهم قبل ما حاجه. اعمل اي حاجه. حلو. بعد ما تبدأ بسم الله بتعمل ايه؟ بصلي على النبي عليه الصلاه واتوكل على والسلام. الله. بس ببدأ بسم الله وبصلي على النبي واتوكل على الله. وبعدين. وحسب الناس اللي واقفه قدامي بقى. يعني ايه حسب الناس؟ انا مش فاهمين حسب الناس يعني ايه؟ يعني صلي على النبي، يعني بس. مثلا لو حد عايز حلويات بعمل حلويات في الاول. انا انما. عندي عده ورا وعندي جون، لو انت شفت الحاجات ديت مثلا بعمل في الجريل في فرن بعمله. ممكن ياخد طواجن ياخد، بس في ناس حابين الصينيه مش حابين الجريل. الناس كلها جايه على الصينيه. انت فاهمني، بس انت فالصينيه الصينيه النهارده انت بتيجي تبدأ الصينيه، اول حاجه نحطها الصينيه الزيت. حلويات. الزيت انا بتكلم من اول اه القصه نفسها. بحط الزيت اه طبعا. ما انا هحط ايه يعني؟ بيسيب الزيت تقدح بقى لا وبتعمل تكه لا في لا النص لا كده. لا لا، ايوه قول لي فص بقى. توم مع الزيت عشان يطهر الزيت. دي حلو. نمره واحد. حلو. تمام. بتحط فص توم وبتطهر الزيت. وبعدين. وبعد كده بقى بتحط الحلويات الشغل بتاعك بقى اللي مطلوب بتشتغل. طب انت عندك كيس كده دايما، كيس مقفول كده فيه تمام. توابل. اه ودايما هو كيس اسمر وجواه الحاجات جواه اه محدش بيبقى شايفها. تمام. عايزين نعرف السر يا اسماعيل. والله مش سر، دي بهارات انضف حاجه مش مجففه، يعني اللي هي العطاره البلدي اللي هي بتاع زمان، يعني انت فاهمني. حلو. فدي انا بجيبها وبعملها على ايدي. حلو. يعني ان انا مثلا ما بسترخصش في حاجه. بقول مثلا ده اصل البلحه بكذا، لا مش عارف ايه، لا بجيب. بص بتحط جوز الطيب. بص بخدم اللقمه اكن انا هاكلها. حلو. يعني ناقص ايه بحطه، مش ان انا مثلا ببخل على حاجه بقى، على السبوبه مثلا في حاجه، لا. كنت شغال بالزبده، اشتغلت بيها وفي حاجات وحاجات. انت فاهمني، يعني اه مفيش حاجه ما كان في جبتهاش. فتره كنت شغال بزبده بلدي. اشتغلت تقوم بزبده جاي قاطع بلدي. على وش الكبده كده الله تحطها في ينور العيش. عليك. تقوم قافل بالكيس مش بالفويل. بالفويل. وساعات كنت بحط كيس ابيض. أيوة. انت فاهمني ده كده من كان يعني. زمان، ده كان زمان بقى ما كانش لسه في حاجات كتير طلعت. كانش يعني سواحل بعد يعني. احترامي للناس برضو، على ايام ما انا اشتغلت كنت ببيع السندوتش بنص جنيه و40 قرش. كان ورق جرايد لسه ما نزلش الورق الابيض. انا مم. بكلمك السندوتش بنص جنيه كان ورق جرايد. مم. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، البتارين كلها اللي شغاله بما يرضي الله عايزين ياكلوا عيش. انت فاهم، الناس دي شغاله على فكره باعلى جوده، ومش برندات، مش كلام، مش محتاجين ان هم يقولوا مثلا. لا، اي جزار قول له مثلا فلان ده شغال بايه، يقول لك فلان شغال بكذا. عارفين الجزارين اللي هم الكبار حتى بقى عارفين اسماعيل شغال في ايه، لا ملوش فيها.
ايوه انت فاهمني؟ اتعامل اول حاجه عجل سوبر، عجل بلدي سوبر. بتتسوق الخامه نفسها. اه، اه عارفه بتتغير. برضو مع الناس اللي انا معاها مننا فينا من زمن الزمن، اول ما فتحوا المحل الجزاره، ومعروف ان الشقر كده كده هم بيربوا الكلام دوت اه طبعا. اليومين دول بقى تلاقي اقول لا مش سكتي، انا اللي اعرفه احسن من اللي اعرفه. هتلاقي المنتج من اول بلدي. اشتغلت ايام ما كان السقط بكام؟ كان العجل كان عامل 1700 جنيه. العجل كله. العجل كله. بص يا جماعه، كلمه سقط دي هو كل حاجه في العجل غير اللحم. طبعا. عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه سقط. كان ب 70 جنيه. كان ب 70 جنيه السقط ساعتها. كان ب 70 النهارده جنيه السقط بكام بقى؟ النهارده الصاج بيعملوا 7000 جنيه. 7000 جنيه. ده البقري. البقري بقري يعني. العجل كله كان ب 1500 جنيه. العجل كله كان ب 1500 جنيه. السما بالعافيه. هو ليه حق يخلي السندوتش من نص جنيه لحد 30 لا و50 وكده ايه ده و40. كمان ايه ده، يعني انا بجيب الخامات، يعني انت شفت الكراتين دي، انا عندي مخزن تاني. اه بقيت اما لقيت الزيوت شدت والكلام دوت، ما هو الزبون غلبان، مش هنضحك على بعض. صح. فانا لما احط يعني مثلا ربنا بيرزقني، لا اجيب خامات، اجيب اكياس، اجيب ورق، اجيب زيت، كراتين، انت فاهمني؟ توفر حيث اوفر. اوفر العميل بتاعي ان هو برضو مش هنضحك على بعض، الدنيا غلا وقوى. هو عنده عيلين ثلاثة أربعة، معلش هياخد بكام أو هو بيشتغل بكام. فأنا من الناس دي ومن الطبقة دي، فلازم إن أنا أحس اللي بيراعي ربنا ما بيغلبش. دي حقيقه. ما هو أنت ما عملتش نفسك إسماعيل وعملت سوق لنفسك وحتة لنفسك، ده الدنيا عند ربنا، ده سوق بتاع. كله بتاع بص هقول لك على حاجة، في ناس كتير بتختلف في شغلها. يعني أنا كنت الأول زمان كنت بشتغل ساعة على مكنة الجاز، كنت اخد حق السبوبه قبل ما اشتغل. يعني لو شغال العشاء، انا كنت الاول بنزل اشتغل العشاء، كنت اخر واحد بشتغل في مصر، بشتغل العشاء ساعه زمن اكون مخلص. اسماعيل. فدي من عند معروف ربنا. ان اسماعيل هو اسماعيل التاني بيتنك على الشكل. تمام. كله لا كده. مش بتنك، انا حابب شغلي، فما بحبش يعني احب انا شغال كده بدندن، ما احبش حد يفرض عليا حاجه. انا عارف شغلي، عارف بعمل ايه، حلو. وعارف انت هتاكل ايه. حتى لو انت اول مره تخش عليا وانت جاي، انا عارف انت طلبك ايه، لان شغلتي سوق، فانا شايف السوق من بعيني. كتر ما اتعرفت على الناس وشفت ناس طبعا على فكره اسماعيل عنده اتعاملت ميزه. من جميع اسماعيل عنده من جميع الفئات بتاكل في المحل. يعني اتعاملت في من المكان. اللي ماسكها فوق بص مع كله، ما فيش حد ما اتعاملتش معاه، ما فيش حد ما اتعاملش معاه. وكله مبسوط. كله ايه مبسوط. باشا، اللي بيجي عندي ما بزعلش، لان عارفين ان انا براعي ربنا في شغلي، والنفس ده بتاع ربنا، درجات برضو اللي مطلع عليك ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله. فطول ما بتتقل في شغلك تبقى ناجح. احنا عشان نروح ناكل عند اسماعيل لازم نروح نقف لنا ساعتين اتعرض بس. عليا عروضات كتير، محلات. زي الناس والسعوديه والكويت زي بهيج والناس دي كلها. انا مش حابب الحته دي، لا 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 لا. مفيش حد يقول لي اعمل دي وما تعملش دي. اول حاجه ببص الغلبان، هو ربنا سبحانه وتعالى برضو عشان هو اللي عالم بالنوايا، فمديني الحته دي. ما انا ممكن في ثانيه وسهله معايا مش صعبه، مم. وانت فاهم الكلام ده، في ثانيه تلاقي محل انت فاهم، بس هي مش كده. شوف كل الناس اللي شاركت راحت فين، ربط اكيد. مش يمين ولا شمال ولا الكلام ده. حكم فيك. يبقى انا فرحتي، ما هو انا فهمان والفهمان كسبان. انا قبل ما الناس دي اصحى الكلام. تشتغل، في كذا. اصحى الكلام. قبل ما الناس دي تشتغل في الشغلانه واي حد يقول لك انا براند والكلام ده، لا بالنسبه لنا لسه ابن امبارح. 96. وكل واحد شاطر في شغلته. انا كنت اسمع الاول كان السيده حباب السيده بس، القاهره في الحسين، اه ما كانش فيه لسه ساعه الثوره الناس دي كلها. مش هنضحك على بعضينا، كانش في حد. دي حقيقه. ايوه. انت فاهمني؟ بقول لك كنت ببيع السندوتش ب يعني 40 قرش. انت لو كنت هتاكل زمان مثلا كنت يعني هتلاقي في يعني في على قد بربع معلوماتي جنيه. مثلا في مصر يعني بربع جنيه ونص جنيه هتلاقي مثلا حبايب السيده. هنا في بنها كان سمعه. طبعا في بنها برضو كان الحاج ابراهيم نيتن الله يرحمه، كان الله بيتعامل يرحمه. معايا يا عم ابراهيم اهو في الله الجمل. يرحمه. اه ملك الجمل كان في بيبعت بنها يعني. ياخد من عندي حلويات وطحال ومخ والكلام ده. كان كل ملك واحد كان ليه شغله. عندك في السويس في طقطق الجعويني كان من الاسامي التقيله برضو. تمام. الاسامي ما هي التقيله اللي كل في المجال. محافظه بقى هتلاقي فيها كل محافظه واحد التقيل بتاعها. واحد ربنا مديله حتته عشان هو حابب، يعني بيتقي الله. انا كنت في مره عند اسماعيل وكان ناس جايه من اسماعيليه، والله جايه من اسماعيليه مخصوص يعني يعني ما هم جايين على الاكل بيحلفوا 100 يمين ان هم جايين من اسماعيليه ياكلوا ويمشوا. هم اصلا اصلهم كانوا في فانا ونقلوا اسماعيليه وجايين من اسماعيليه ياكلوا ويمشوا.
فلك ان تتخيل الكيف بينزل. فاكر جعفر؟ انت طلعتوا من الكادر ولا قفلتوا لا، ولا إيه؟ شغالين. شغالين فاكر جعفر؟ هو فين اخر مره قابلته كان راح يخطب. طب انت يا سمعة دلوقتي احنا النهارده الناس كلها عارفه ان احنا شغالين كبده ودخلت انت اللحمه الفتره اللي فاتت تمام. حواوشي اه ودخلت الكوارع. ايه اللي انت ناوي عليه الخطوه الجايه؟ يعني ايه اللي اسماعيل ناوي على الخطوه الجايه؟ ناوي تفتح محل ولا مش ناوي خلاص انت لا مصمم؟ لا انا ان شاء الله باذن الله انا زي ما انا برضو تمام، لان ده مكاني و... وان شاء الله في يعني شويه لمسات كده بس بعد بعد رمضان. كماليات بعد رمضان كماليات، بس هو الشغل بتاعي بس شويه كماليات فينش يعني. انا نفسي اسمعك تركز بس في الشرب الكوارع، تمام ثبتها ايتم موجود، الكوارع عامه موجودة. موجود. صدقني الناس بتفرق معاها الحاجات دي. تمام موجود يا باشا بس كل انت حاجة. الفترة اللي وهتفرق برضو ان شاء الله بعد ما هو بقى اللي هي اللمسات دي مش اللي هتفتح هي في رمضان يا بقى. اسماعيل؟ مش هتفتح في رمضان؟ لا في رمضان بص انا اقول لك على حاجه، انا عندي الغضروف، انا ما بصدق اخد الشهر دوت لان الواحد برضه في مطحنه مش هنضحك على بعض. انا ساعات مزاج، انا راجل ساعات مزاج. اه الشغل بص ما بيخلص، حلو، الصحه اللي بتخلص، دي حقيقة، فاحنا مش هنضحك على بعض. صح. خلاص احنا كده جات لها على الجرح اسراء. انت هتعصيهم علينا. طب انت ايه رايك يا سماعة في اليوم النهارده؟ على فكره يا لا، جماعه اسماعيل عمره ما حصلتش يعني عمرها ما حصلت ولا حق ولا هتحصل. ولا يعني لا ان شاء الله ربنا يكرم وتحت لا عندك مش كده. الفكره يجي لك عروض كتير في شركات ليه؟ بتعمل كده. ما عملتهاش وجالي عروض والله جاله كتير والله جالي والله. كتير والله ما ده والله ما دخلت حتى فتحت ولا اتصلت ولا الكلام ده بس احنا مش اي حد. والله اول والله كمان مره ما فيش الا ابو حميد اللي هو كان بيصور عندي ده هو شخص رايح له وعامل له معاه محترم. واجب، يعني ما مش شغال اسماعيل عمره ما دفع فلوس لحد مبدئيا يعمل ريفيو. لا ابو حميد عامل لوحده. لا بيجي لوحده وبتاع، هو راجل هو أصلاً بيحبني زبون، هو وبيحب أصلاً الاكل زبون. بتاعي هو اصلا زبون. زبوني. الناس دي كلها بتتعامل معايا بص هي بتاع كله بتاع ربنا، ونعم بالله. كله بتاع ربنا. وانت رايك في اليوم النهارده؟ اليوم جميل بالصلاه على النبي تمام، وراك في الناس الشركة؟ حلوه والله ايه رايك في الشركه؟ وبعدين برضه انا قلت لك من الاول وفي الاخر ان انا ما بروحش، يعني هي بتبقى قرف فدي بتاع ربنا، ونعم بالله. لكن انا فعلا جالي عروضات كتير وجالي اماكن كتير انا ما مش بتاع الحته دي. هتعمل اكل لو بتاع الحته دي هستغل تليفوني وانا معايا صفحتي كويسه ان انا هبص للناس اللي هي بتشغلها زي التيك توك والدولارات والفلوس دي، ما انا ممكن يا مفيش دولار. وعندي الكلام مفيش مش دولار، كل ده الفكره كلام على الفاضي، مفيش حاجه من دي يا حبيبي. والله سؤال اقول لك اصل احنا في المجال عارفين. مش الفكره لو انا مثلا ببص الماديات ما انا عندي، لكن انا مش باصص للحته دي خالص، انا باصص ان انا راجل بحب اشتغل بايدي ما بعتمدش على الحته دي. هتعمل لنا اكل النهارده؟ هعمل لكم النهارده ان شاء الله حته لحمه متبله بالكلوه، حلو. حاجه سبيشال اتفرجوا سوبر اتفرجوا تمام، اتفرجوا. وشويه حلويات برضو تقطيع اللي هم بره بيقولوا تقطيع، هي حلويات مشكله طحال وفشه منفعها حته قراقيش حته بوق، طبعا في الناس كلها عارفه الكلام دوت لان الناس كلها بقت تتجه للكلام دوت، حلو. وكله بقري بالحته. ان شاء الله هعمل لكم مخ باذن الله برضو بقري وهو كله على بعضه صغير كده تمام. هنخرج كوارع. باذن الله هنعمل كوارع بالفلفل الالوان زي الطاجن كده، برضو بتاخد بلحية جوز الطيب وبتاخد شويه فينش كده يعني التسهيل من عند ربنا سبحانه وتعالى وهو ربنا اللي بيكملها تمام. ان شاء الله باذن الله هنعمل لكم حته كبده بقري بالحته وبالجرام وحلويات كبده، ومفيش فيه المستورد حلويات كبده، البقري حلويات كبده وكوز قلب وكلاوي تمام. ان شاء الله هنعمل لكم حته كبده جملي برضو بطريقتنا احنا. والجمل يا عمل. كل واحد ليه في شغله يا سرور بيشتغل مثلا هو عارف بيعمل ايه، حلو. انت فاهمني، وكل واحد بيحب يدلع اللقمه بتاعته، والحمد لله فضل وعدل من عند ربنا ان انا بحب ادلع لقمتي طب ما تيجي ومش طب هتكلم. ما تيجي دلعنا. يلا دلع يلا يلا تيجي نشوف. حبيبي يلا بس. يلا. مشكلتي بودكاست السادة المجانين. امال مشكلة مين؟ من انتاج بيزا كرييتور.